للأسف الشديد في حاجة بتحصل تقريبا كل يوم، وهو إن أي واحدة بتلاقي ابنها تعب بتنزل الصيدلية تروح تجيب أي دواء. بتخش تقول له ابني سخن تعبان مش عارف ايه، اوتوماتيك هيصرف لك مضاد حيوي، ده رقم واحد بدون تفكير. مع ان 90% من الاصابات فيروسيه مش محتاجه اصلا مضاد حيوي، ولكن بتبقى خسرت كارت مضاد حيوي كنا هنستفيد بيه لما نعوزه، حرقتي الميكروب خد عينه منه، ولما ابنك يتعب بجد مش هيجيب نتيجه. ده رقم واحد. رقم اتنين، بنلاقي كوارث كتير بتحصل عن طريق صرف دواء مش مناسب. يعني تلاقي طفل 3 شهور مصروف له دولفين 25 فشل كلوي على طول. فالحاجات دي متكرره. يعني مصيبه ان انت بتروحي تجيبي دواء من نفسك من الصيدليه، او بتخشي تسالي اللي واقف معتمد على انه فاهم وعنده خبره فهيديكي حاجه صح غلط، وتقول لك طب ليه؟ ما هو المسؤول، هو اللي ادانا حاجه غلط. ما انت مشتركه معاه في الجريمه، لان انت فاكراه فاهم وهو غلطان لان هو مش فاهم، والمفروض يقول لك ما اعرفش. لكن ما حدش هنا بيقول انا ما بعرفش. فبنلاقي ادويه ممنوعه في سن معين، الكلى باظت. بنلاقي ادويه مش مناسبه للحاله دي، الحاله اتدهورت بعد ما ايه، بعد ما جربنا ادويه غلط. في ناس كتير تقول لك لا يا دكتور احنا ياما بنجيب ادويه وبنخف وبتاع. هو ستر ربنا، مش عشان ده صح، هو ربنا سترها معاكي. او في اضرار هتحصل له بس على يعني على سنين، على مدار سنين، مش هتحصل من اول مره. اللي بيشرب اول سيجاره ما بيجيلوش سرطان في الرئه، بتيجي بعد 13 سنين 15 سنه من التدخين. وهكذا الاضرار بتحصل من تراكم الاكل الغلط والادويه الغلط. انما ما تبصيش تحت رجليك ان انا خفيت النهارده، مش مشكله ايه اللي يحصل بكره.